بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ مع بعض تعليم الميك اب من الألف للياء، بطريقة مبسطة، طريقة يعني لو أي حد هيتعلمها بسرعة. إن شاء الله مع بعض واحدة واحدة، وإزاي نرسم حواجبنا ونشوف إيه اللي بيحصل في طريقة الرسم الصح، ومع بعض واحدة واحدة. زي ما احنا شايفين اللي هو اللون البني بتاع الحواجب ده من هدى بيوتي، ده رخيص جدا، كان ب35 جنيه. تمام، يعني حاجات للمبتدئة انها تتعلم عليها، وبعد كده تجيب الحاجات الاوريجينال او الحاجات اللي هي المتطورة شوية. هنيجي نسرح الحاجب من فوق. دي الطريقة العادية، لكن احنا طريقتنا التانية نجيب مسكرة شفافة وبنسرح بيها، او نجيب الواكس بتاع الحواجب وبنمشطه لفوق. نيجي نرسم نرجع ونرجع، ناخد خط ونملي الحاجب. نيجي بتكون الفرشة شبه انتهت من اللون. تمام، نيجي من قدام ونعمل شعراية شعراية زي ما احنا شايفين كده. تمام، ده بيكون شكل الحاجب. نيجي بالمسكرة ونموه زي ما احنا شايفين، بنموه شكل الحاجب. شايفين ده من ده. طبعا اللي هيبينه اكتر ان احنا هنيجي بالكونسيلر وننضف حوالين الحاجب. زي ما احنا شايفين كده. ونيجي بالبيوتي بلندر وزي ما انتم شايفين، وزي ما انتم شايفينه كده. اهو. تمام، شايفين ده، شايفين ده من ده. اهو. هنيجي لتاني حاجة، ازاي نصغر الانف. النهارده هعلمكم 3 حاجات ازاي نرسم الحاجب، وافتكر زي ما انتم شايفين وشايفين ده من ده. تمام، بنيجي بعد من كده ازاي نصغر الانف. هنيجي الفرشه اللي هي فلافي كده مشفره شويه، وهنيجي الكونتور الانف. هنيجي اسينس، ده من ماركه اسينس، ده كونتور ويعتبر برضك هايلايت بتاع دوت اسينس، ماركه اسينس، كلها كونتور من تحت الالوان البنيه دي، واللي فوق ده يعتبر كونسيلر باودر. هنيجي بافتح لون ونعمل ايه، نيجي على الانف. طبعا انا مناخيري صغيره بس الحته دي هي الكبيره. هنيجي ناخد من الجنب كده
هعمله لكم بلون غامق عشان يبقى باين. يعني انا هعمله بلون غامق عشان يبقى باين، لكن احنا ما بنستخدمش الغامق قوي ده. خلاص اهو. ونيجي على الحته دي، طبعا مش هيبقى ظاهر زي ما بكون عامله اللوك كامل اهو. شايفين الخطين دول، الخط ده والخط ده، ده اللي بتكلم عليه. خط كده، خط كده، تمام. ودي بنعملها ان تدي ايحاء ان هي دي اخر المناخير. يعني الحته دي كده لما بنعملها كده ونعمل الارنبه دي ودي بالبني او الغامق، بنحدد للي قدامنا ان دي اخر مناخيرنا، علشان ايه؟ ما تبقاش طويله. بنيجي احنا في النص بقى باللون الفاتح، وبنعمل في النص لغايه فين؟ لغايه قبل الحته اللي احنا عاملين فيها الاسطوب بتاع البني اهو. تمام اهي البني. بنيجي بقى ندمجه كده على فوق كده، فاهميني؟ كده كده. والفاتح بندمجه بفرشته برضو، فاهمين؟ شوفوا من بعيد كده شكل المناخير ايه، اتلمت. هو ده اللي انا بتكلم فيه. هنيجي بقى نعمل ايه تاني يعني كده. ده لو على فونديشن هيبان اكتر، ادي ودي كده قلنا. وبنعمل على الارنبه دي وعلى دي كده كده، ونيجي ندمجه كده على فوق كده، تمام. والابيض هو اللي في النص، ونبدا بالابيض، مش نجيبه للاخر، لا، لغايه الحته اللي احنا بادئين منها الغامق، تمام. كده بتدي ايحاء ان المناخير صغيره. نيجي بقى لحاجه تانية. نعمل ايه؟ كوليكتور. بس ليه انا بستخدم دلوقتي كوليكتور اللي هو من لاجير اللي هو برو لاجير. خلاص ده اللون الاورنج. اللون الاورنج ده معترف للحتت البقع البنيه، تمام. شايفين مغطى البني خالص ازاي اهو. وبنيجي سوا بفرشه، فرشه او بايدنا، بلاش فرشه، بايدنا اهو اهو. ونبدا نطبطب عليه في مكانه، مش نمسحه، لكن طبطبتنا ديت بتكنسل الحتت الغامقه. خلاص يعني هو موجود اهوت، مش بنمسحه. خلاص بنيجي ونحط، طبعا ده بيبقى متأسس، مش هنحط ده لوحده كده، لا متأسس. انا بتكلم عن نقط معينة. هنيجي بقى ونشوف. انا بقي كبير مثلا، بقي كبير عاوزة اصغره. خلاص بقي كبير عاوزة اصغره، يعني بعد ما بنعمل الخطوة دي بنعمل تأسيس البشرة اللي هو الفونديشن. خلاص يعني مش هو ده الحل لوحده، انا بتكلم عن حاجة معينة، ازاي نرسم الحاجب، ازاي نصغر المناخير، ازاي نصغر البق. خلاص نيجي على عندنا الفرش مقاساتها كتير. الفرش مقاساتها كتير، في العريضة اللي هي كبيرة يعني، وفي ارفع حاجة زي كده. يعني شايفين ده رفع ايه وشايفين ده تخن ايه. خلاص نيجي لأتخن فرشة ونبدأ نحطها فين كده، نقفل عشان مش عارفة اتكلم، نقفل عليها كده، ونيجي نحدد شايفين. شايفين انا حددت بالكونتور البني، تمام. بنيجي نرسم الروج. انا ما جبتش روج، عموما ايا كان، ايا كان. طب ثواني اجيب الروج. رجعت تاني لان كنت رحت اجيب الروج، لان ما كنتش جايبه الروج في علبه الميك اب. طبعا عشان ما تقولوش انا عملت اي حاجه وانا راجع منكم اهو اهو. لغايه هنا، لغايه هنا، لغايه تحديد من اول البدايه اللي فوق اهو اهو. طيب نيجي بقى الروج.
نبدأ بقى نحط الفرشة دي خالص هنا، نظبط الرش بتاعنا اهو على نفس التحديد. طبعا اخره هنا، اخره شايفين بقيه البق اه، يعني بقيه البق هنا اهو اللي ما اتعملش شايفين اه، شايفين بدايته اهو اه. يمكن مش واضح، يمكن علشان في نفس الوقت مفيش فونديشن على البشره عشان يبين ده، لكن انا بعد من كده هعمل لكم لوك كامل عشان تشوفوا اللي بقصده، وفي نفس الوقت هيبقى واضح على الفونديشن اكتر. بس اهو دي الحاجب، شايفين الحاجب ورسمته او طبيعي بدايته اهو، يعتبر زي شعيرات اهو. شايفين ده؟ شايفين طيب اللي ما ترسمش عشان تبقوا عارفين ما بين اللي ترسم واللي ما ترسمش. وبرده الشفايف اهم شايفين لان دي طبعا انا بشرتي سمراء، فطبعا من غير فونديشن مش موضح رسمه البق. لكن طبعا لو على فونديشن كامل هيبان. يعني انا ابسط حاجه مثلا، ابسط حاجه، طب بصوا، هو المفروض مش هعمل كده طبعا بفونديشن وبيبقى لون بشرتي. يعني انا لو فونديشن ولون بشرتي ثواني مثلا يعني اهو، وهنيجي نحط حوالين البق عشان يعني يبان الروج اهوت. اهوت تمام. هاجي بس اظبط الروج على نفس المقاس اللي انا عاملاه. كده افتكر واضح سن يعني ما، لان ما بيبقاش وضع الميك اب على ما فيش خلفيه اللي هو فونديشن وده، فطبعا شكله بالنسبه لكم غريب. بس انا بقيت بقي اهوت، وفي نفس الوقت يعني اعطيت ايحاء ان هو ده اخر بقي. طبعا مع الفونديشن وده بيبقى اوضح من كده شويه شايفين طبعا يعني هعمل لكم لوك كامل وازاي نصغر وازاي نكبر. اما لو ناويين نكبر بقى يبقى بصوا، هناخد مساحه البق كله. عاوزين نكبر ونعمل الفوليوم من هنا، بنقفل دي بنقفل دي كده، وناخد بقى من اول للاخر كده كده كده. الرش ده بس عيبه انه بينشف بسرعه. شايفين بقى لما كبرنا الزاويه للزاويه، يعني انا كبرت كمان عن مساحه بقي، يعني قفلت من هنا لو تلاحظوا اهي، قفلتها بدوران وكبرت. فالتكبير او التصغير ده في ايدينا. بنيجي برضك عشان فاتح مش واضح تمام، يعني ده لو لونه غامق يمكن كان واضح اكتر. لو لون غامق كان
بقى واضح اكتر. بس اللون اللي عندي نبيتي قافل، نبيتي قافل قوي. او تعالوا نظهره كده، نزهيه شويه. انا عملت في وشي اللون اللي انا لابساه. انا مش عارفه واضح ولا مش واضح. هو انا كبرت البق قوي زياده عن اللازم. يمكن مسحت الروج عشان كان فاتح قوي فمبين ان البق كبير. جبت روج اغمق. مهم. مهم. يمكن في اللون طبعا كل ما نحب نصغر يبقى الوان غامقه. طبعا اهو يعني اخر البق اهو. بصوا، بصوا اخره من هنا وصاده من تحت اهو، وبقيه البق اهوت تمام زي ما احنا شايفين كده. ايه رايكم؟ على الله تكونوا استفدتوا. طبعا ده كله بيبقى متغطي بالفونديشن تمام، فبيبقى نهايه واخر البق هو العلامه اللي احنا عاملينها اهي. يعني اهي شايفين اخرها اهي، من فوق اخرها الاتنين بيبقوا مقابلين بعض اهي. يعني لو دريت بايدي كده اهي، شايفين؟ مهم. هو مظبوط، بس ايه انا عندي الحته دي مقلوبه شويه، يعني فيها علامه كده او نغزه تمام. لان الناس بيطلع لها النغزه هنا، انا بيطلع لي هنا وهنا ده اللي هي الحته دي اهي. زي ما انتم شايفين هعلمكم ازاي برضو تعملوا الغمازات. طبعا يعني معاكم واحده واحده، واكتبوا لي في التعليقات انتوا عاوزين ايه وانا هعمله لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.